الأرصاد تحذر عاصفة ثلجية وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق بالمغرب. أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن توقعات بتساقط الثلوج على المرتفعات التي تفوق 1700 متر، وذلك اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في عدة مناطق من المملكة. ووفقا لنشرة إنذارية بدرجة يقظة برتقالي، من المتوقع أن يتراوح سمك الثلوج بين 15 و 30 سنتيمترا في مناطق أزيلل، بني ملاول، ميدلت، تنغير، ورزازة والحوس. كما يرتقب أن تسجل مناطق إفرن، بولمن، ترودنت وشيشاوة تساقطات ثلجية تتراوح بين 5 و 10 سنتيمترا. بالإضافة إلى ذلك، ستشهد كل من فكيك، الرشيدية، ميدلة وتنغير أمطارا قوية مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد، وذلك يوم الثلاثاء.